اعلان Guardians of the Galaxy Holiday Special نزل، فتعالوا نتكلم عنه ونحلله ونشوف التفاصيل اللي فيه والقصة البسيطة دي بتتكلم عن ايه. Guardians of the Galaxy Holiday Special ده هيبقى special presentation او فيلم قصير كده، نفس مدة Werewolf by Night ونفس الفورمات بتاعته. يعني الفورمات بتاعت العرض الخاص اللي هو فترة قصيرة وفيلم بسيط كده مفهوش حاجات كتيرة وكبيرة جدا، وتأثيره على العالم ككل مش كبير قوي. بالإعلان فمارفل اضطروا ان هم ينزلوا الإعلان عشان يبقوا نزلوه. التسريبات دي الناس ما تتكلمش عنها، ولما الإعلان ينزل ما يبقاش عامل ضجة، فنزلوه على طول بعد تسريب الإعلان، ونزلوا كمان بوستر للعرض الخاص ده. والفترة الأخيرة الأسبوع ده بالذات كمية حاجات نزلت من مارفل ودي سي. معرفش الاتنين تحسوا كده ان هما بيتخانقوا مع بعض، يعني المنافسة رجعت تاني. لا، الفترة الجاية اخبار كتيرة من الناحية دي ومن الناحية دي، هنغطيها كلها هنا على القناة، فمتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. من غير مقدمات كتير يلا نخش في تحليل للإعلان. زي ما انا قلت، الاعلان بيبتدي بالبدايه او الانترو بتاعت غرف بنات اللي هي السبيشال برزنتيشن. بعد كده بنشوف الجاردينز وهم موجودين على كوكب مش كوكب الارض، طبعا هم مش بينزلوا كوكب الارض كتير، فبيبقوا موجودين على كوكب في الفضاء، وبيتكلموا ان هم اكتشفوا ان على الارض دلوقتي ميعاد الكريسماس، وان هم عايزين يفرحوا ستارلورد لانه مكتئب ومتضايق لانه خسر جامورا. طبعا احنا عارفين ان جامورا ماتت في انفينيتي وور، واللي رجعت في اند جيم دي كانت جامورا تانية خالص مش عارفة ستارلورد ومش بتحبه، فهو يعتبر كده خسر جامورا اللي هو عارفها وبيحبها، فمن ساعتها وهو متضايق. فاعتقد هنا ان ده هيبقى واخد قصير بعد اند جيم وبعد ثور لاف اند ثاندر بشوية صغيرين، وهيكون برضو بعده على طول Guardians of the Galaxy Volume 3، لان احنا عارفين ان ده الفيلم بتاعهم الاخير اللي جاي السنة الجاية، وده يعتبر كده زي فاصل ما بين الفيلمين، حاجة لطيفة وحاجة خفيفة، لان الفيلم الجاي مش هيبقى فيه نوع المرح والكوميديا اللي موجود في الافلام بتاعتهم عادة. هيكون فيلم مظلم حزين هنودع فيه الشخصيات دي، فدي ممكن تكون الفترة اللي هم عايزين يورونا فيها المرح بتاع جاردنز اوف جالاكسي آخر مرة قبل ما نخش على الفيلم الحزين بتاعهم. فمانتس ودراكس بيقرروا ان هم لازم يفرحوا ستارلورد ويرجعوا لكوكب الارض عشان يعملوا له احتفاليه بالكريسماس ويجيبوا له هديه، فبيرجعوا كلهم لكوكب الارض. الارض بيبقى متفاجئ ومنبهر وحابب جدا اجواء الكريسماس اللي موجوده على كوكب الارض، لانه مش بيرجع كوكب الارض كتير، دايما في الفضاء. نسي تقريبا ملامح كوكب الارض والحاجات والاحتفالات والحاجات اللي كنا بنعملها على كوكب الارض، فهو منبهر جدا بكوكب الأرض. ودراكس ومانتس الاتنين قاعدين بيتمشوا في شوارع هوليوود عشان يجيبوا هدية لستارلورد، والناس طبعا مستغربة وجودهم ان هم فضائيين شكلهم غريب عن المألوف وبيتمشوا معاهم بشكل طبيعي. من الواضح هنا ان السبيشال ده هيبقى تركيزه على مانتس ودراكس، هيعملوا مغامرة كده لطيفة مع بعض، لان البوستر كمان فيه هما الاتنين بس، فواضح انها تبقى حاجة لطيفة كده ما بين مانتس ودراكس. شخصيتين التفاعل ما بينهم لطيف وهيأدي لي سيكونسز كوميدية كده وحاجات حلوة ولطيفة هنشوفها في السبيشال ده. بنشوف برضو جروت في السبيشال ده، هو كبر شوية. طبعا احنا عارفين ان هو كان في ان جيم انفينيتي وور ثور لاف اند ثاندر كان لسه جروت المراهق اللي هو لسه ما كبرش قوي، فدلوقتي هو واضح ان هو كده كبر شوية، شكله ابتدى يبقى شاب نوعا ما، لكن وشه شكله مش راكب مع جسمه خالص، شكله حاجة غريبة جدا. فواضح ان هو كده كبر شوية. انا عايز اشوفه في Guardians of the Galaxy Volume 3 بالنسخة الكبيرة بتاعته اللي كانت موجودة في اول Guardians of the Galaxy، عشان انا بتصل اكتر وبحب اكتر النسخة الكبيرة منه عن النسخة الصغيرة. ظهر برضو في السبيشال ده كوزمو الكلب اللي هو كان عضو في الفرقة في الكوميكس، وظهر كمان في Guardians of the Galaxy. في آخر الفيلم كان موجود في إقفاص الكوليكتور اللي هو الشخص اللي كان بيجمع حاجات، كان قوي في فيلم Guardians of the Galaxy. وده كلب في الكوميكس بيحرك الحاجات بعقله، وكمان هيتكلم I think، أو لأن هما بيقولوا إن في ممثلة هتعمل صوته، فأنا معرفش هل هو كده هيتكلم ولا هتعمل صوته ازاي، أنا مش فاهم يعني. جاكس ومانتس بيقرروا ان الهدية اللي هيجيبوها لستارلورد هي هتبقى ان هم هيجيبوا له الممثل كيفن بيكن، وده ممثل ستارلورد كان بيحبه
في صغره من فيلم معين كده لما كان ستار لورد صغير. فهو دلوقتي الجارديانز طبعا عرفوا ده وهم عارفين ان هو بيحب الممثل ده، فقرروا ان هم بدل ما يجيبوا له هديه هيجيبوا له شخص هو بيحبه بيحب الفيلم بتاعه. فهم بيهجموا على بيت كيفن بيكن ده وهيجيبوه لستار لورد. لكن طبعا هيحصل كمان سيكونس ان هو هيهرب منهم، لان هو فجأة لقى ناس دخلوا البيت بتاعه كسروا الدنيا بيجروا وراه وشكلهم فضائيين، فطبعا الراجل هيترعب. فهتبقى ده هو الحبكة البسيطة بتاعت السبيشال ده، ان هيبقى فيه سيكونسز كده ممتعة في الأجواء بتاعة الفيلم ده. بس فما فيش حاجة أكتر من كده موجودة في الإعلان ده. أنا يعني منتظر السبيشال ده، لأن ده هيبقى حاجة لطيفة وفي كوميديا بتاعة جاردينز اوف ذا جالاكسي اللي احنا بنحبها، مش كوميديا يعني انتوا عارفين كوميديا ايه. لكن النوع ده من الكوميديا انا بحبه، وبحب الجاردينز اوف ذا جالاكسي وتفاعلهم مع بعض، وبالذات ان هنا هيبقى التركيز على مانتس ودراكس، فدي هتبقى حاجة حلوة. ويبقى كده فاصل قبل فيلم Guardians of the Galaxy Volume 3 اللي هيبقى فيلم ملحمي وكبير وكمان محزن جدا. هنخسر فيه شوية أعضاء، الفرقة هتتفرق لأن ده آخر فيلم للفرقة. اكتبوا لي رأيكم كمان في الإعلان ده، وهل متحمسين لجارديانز اوف جالاكسي وورلد سبيشال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وسلام.